بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع اللي أنا هتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة في بالي بقاله سنين، ولما أنشأت القناة فكرت كذا مرة إن أنا أتكلم فيه أو لأ، وطبعا خدت القرار بإني لأ، لأن أنا عارف التعليقات وفي عقليات كتيرة مش هتتقبل الكلام ده. لكن النهاردة كان في مفاجأة، وأنا بتابع إحدى القنوات اللي بتتكلم عن الإمام المهدي، لقيتها بتتكلم في الموضوع ده اللي أنا استنتجته من حوالي 7 سنين. إيه، المفروض الناس اللي دارسة كتير عن الإمام المهدي وقرت، كتير منهم استنتج وعرف إن في ناس من الناس اللي درست أمور الإمام المهدي والسيد المسيح واستفاضت في الدراسة في الأمر ده، عارفة ومتأكدة إن في عودة لكتير من الصالحين الأوائل عند وجود الإمام المهدي والسيد المسيح على الأرض. كان في حلقة سمعتها على يوتيوب للأستاذ عبد الحميد الهلالي. الحلقة كانت بتتكلم على كتاب من كتب المسلمين، كتبنا احنا أهل السنة والجماعة، فيها حادثة حصلت أيام زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عن إن مجموعة من الصحابة كانوا موجودين في مكان معين وسمعوا صوت بيناديهم من ورا جبل، فلما لفهم عرفوا ان في قبر، وصاحب القبر هو اللي بيكلمهم وقال لهم ان هو واحد من حواريين او من تلاميذ السيد المسيح، وقال اسمه، والكلام ده موجود في قناة الاستاذ عبد الحميد الهلالي. وقال اسم الحواري، قال اسمه، وقال ان هو عند عودة السيد المسيح سيعود. وفي الاثار عندنا وعند اخواتنا من المذهب الشيعي عن عودة كتير قوي من الاوائل. في سنة 2015 واحد من اصحابي شاف رؤية وحكاها لي، استنتجت منها ان الامام المهدي والسيد المسيح هيقوموا بالدعاء الى الله لاحياء بعض الموتى المعروفين. وكنت عارف ان هيبقى اشهرهم هو الفنان عبد الحليم حافظ، ولكن انا احتفظت بالكلام لنفسي. حتى صاحبي لما حكالي الرؤية انا مرضتش اقول له معنى اللي هو شافه. الامر ده دار في خيالي كتير، لكن النهارده انا فوجئت باحدى القنوات اللي بتتكلم عن الامام المهدي. المفروض القناه اسمها علم من الكتاب او علم الكتاب، هحط طبعا رابط الفيديو في اول تعليق ان شاء الله. المفروض ان صاحب القناه هو راجل استاذ دكتور في الفيزياء، وبيقول ان هو هيكون من الناس المقربين للامام المهدي، وتحدث عن ان بمجرد ظهور الامام المهدي سيدعو الله سبحانه وتعالى لاحياء الفنان. طبعا الامر انا بحكي النهارده بس من باب الدردشه، والله انا وانا بتكلم دلوقتي اصلا بفكر اقفل التعليقات. حضراتكم لو تلاحظوا انا في اخر 10 12 فيديو في القناه انا ما بقتش بطلب من حد يعمل لايك او يعلق او اي حاجه. الامور بتاعه تجارب الاقتراب من الموت بتبقى تقيله، مش كل العقول بتتقبلها. فيا جماعه اللي حابب يكمل معانا في القناه ويسمع اللي احنا بنقوله يشرفنا، واللي مش حابب برضه يقدر يشرفنا. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.